السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلوا دوسوا على اللايك ودوسوا على الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات علشان كل اللي يقرأ الكومنت بتاعك تاخدي حسنات واخد انا معاكي. النهاردة هنعمل الكشري المصري بكل تفاصيله وبكل تكاته وبأسهل الوصفة، وإن شاء الله إن شاء الله الفيديو يعجبكم وينول إعجابكم بإذن الله. وزي ما انتم شايفين الجمال والروعة والحلاوة، يعني ما فيش من بعد كده. يعني الكشري البيتي ما فيش أنظف أصلا من كده، يعني نظافة وتوفير وطعم ولا أروع. والله هتعمليه بإذن الله زي بتاع بره ويمكن أحلى كمان. تعال نخش في الفيديو. طبعا انا هنا جبت المشتريات بتاعتي، جبت مكونات الكشري خالص، يعني جبت المكونات كلها. جبت هنا كيلو رز، انا هعمل هنا كمية كبيرة، يعني هعمل الكمية بتاعتي حوالي ب100 جنيه في الحدود ده يعني. جبت كيلو رز وجبت ب20 جنيه مكرونة وب15 سباكيتي. وطبعا جبت زي ما انتم شايفين العدس والمرقة والبليلة كمان. طبعا هنا البليلة مش بحطها على النار على طول علشان خاطر بتاخد وقت اطول، سبحان الله. يعني اول ما تحطيها على النار على طول هتاخد معاك وقت طويل، فاحنا هنا هنحطها في المية عبال ما تبوش كده، تحسها كده ايه، تحسوها كده خلاص ابتدت تطرى، لان هي طبعا زي ما انتم عارفين بتبقى ناشفه خالص. وبنركنها على جنب شويه. وطبعا حليت الحله، حطيت الحله على النار اللي هي بتاعت السلق. قلت عبال ما ايه، عبال ما اخرط البصلة بتاعتي تكون المية ان شاء الله يعني ايه غلت معايا. طبعا عندي هنا حوالي 3 4 حبات من البصل. طبعا البصل على حسب ما تحبي انتي، لان انا الكمية كلها اللي هعملها هطلعها خالص للتزيين بتاع الكشري. طبعا هنا انا بخرطها بايدي، ما بتتخرطش بالمبشرة علشان خاطر ما ينفعش لو خرطتها بالمبشرة هتبقى فيها مية ومش هتديك النتيجة المجرمشة او الشكل اللي انت عايزاه، اللي هو زي ما بيقولوا كده الورد بتاع الكشري. طبعا حطيت هنا شوية زيت على البصلة وسبتها على النار. طبعا هنا عندي الحلة غلت، فبحط الاول الاسباجيتي. طبعا مش بحط المكرونة العادية، بحط الاسباجيتي الاول وبعدين بحط المكرونة التانية اللي هي المدورة. طبعا دي اخر حاجة. وبعدين بحط شوية ملح، ما بحطش اكتر من كده. وطبعا عندي هنا العدس الاسمر، وطبعا بغسله غسلة كويسة خالص وبحط عليه شوية مية وبحط على النار علشان ياخد سواء على الهادي ومع نفسه. بعدين عندي هنا حلة حطيت فيها شوية زيت. طبعا هنقل الحلة لجوه كده وهنزل بالشعرية بتاعت، لان انا هعمل هنا ايه، الرز بالشعرية. انا كنت ساعات كتيرة اعمل الرز بالشعرية وبعدين بضيف عليه اللي هو ايه، العدس. بس انا دلوقتي ما عملتش كده، عملت كل حاجة لوحديها، بس هو الرز اللي عملته بالشعرية. طبعا عندي هنا خلاص الشعرية حمرت. وطبعا شغال هنقل في الحلل هنا وهنا على حسب ما يعني. بص خلاص لقي المكرونة خلاص هتستوي معانا، فحطيتها خلاص على العين التانية وكده خلاص. المكرونة طبعا عندي استوت خالص زي ما انتوا شايفين. خلاص انا هنا خلاص هصفيها وبعدين هرجع تاني اشوف الشعرية اللي حطاها على النار. طبعا هنا بصفيها كويس خالص، لازم هنا تصفيها وتنزل عليها بالمية الساقعة، يعني مية من الحنفية، علشان خاطر ما تتعجنش معايا. المكرونة لو سبتيها هتتعجن معاكي خالص لو سبتيها في السخونة بتاعتها، فلازم ننزل عليها بشوية مية كده من الحنفية علشان خاطر ما تتعجنش خالص معايا. وبسيبها بعد كده تصفى خالص. بعد ما بتصفى من المية بتاعتي برجع احط لها شوية زيت، بس مش دلوقتي خالص، لما تصفى معايا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عندي هنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الشعرية خلاص اتحمرت خالص. طبعا انا مش بحرجها خالص وبخليها صفرة. طبعا نزلت هنا خلاص بالرز
وهديها قلبتين 3، مش هتاخد وقت معايا لان مش عايزين الرز برضو محمر معاها. هتاخد بس كده القلبتين 3، وبحط المرقة في قلب الرز، ما بحطهاش لما بحط لها المية، بقلبها كويس خالص علشان تطعم منها، يعني تاخد من طعم المرقة. نزلت هنا بكمية المية المظبوطة، وبعدين بحط سنة الملح، مش اكتر من كده، مش بحط حاجة تاني، هي المرقة والملح بس فقط لا غير. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. انا هنا عاملة كمية، يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عاملة كمية كبيرة خالص، يعني الكمية اللي انتم شايفينها كده ب100 جنيه بس، والله يعني ما شاء الله ما شاء الله عملت معايا كمية كبيرة كبيرة، يعني قعدنا يومين واحنا ناكل في الكشري. انت لو عايزة تعمل بأقل من كده هتعمل بأقل من كده. طبعا هنا خلاص هعمل الصلصة بتاعتي، وهنا الطماطم بغسلها كويس خالص علشان هنضربها في الخلاط، لان خلاص يعتبر البصلة بتاعتي اتحمرت خالص زي ما انتم شايفين كده. انا هطلع كمية البصل كلها معايا. يعني انت هتقولوا لي طب انت ازاي يعني الصلصة هتبقى صلصة بس من غير بصل ولا اي حاجة؟ هقول لك لا، بسيب لها حاجة بسيطة كده، وبحط لها في قلبها تومة، وهتلقيها دمار يعني ما شاء الله. وطبعا احنا بنحط في طبق الكشري البصل، يعني هياها بس. فانا هنا نفس الحلة نزلت رجعت تاني المكرونة بتاعتي في نفس الحلة، وشوية زيت كده مش كتير، حوالي 3 معالق زيت من المعالق بتاعتنا بتاعت الرز كده، وبقلبها كويس خالص علشان خاطر تبقى المكرونة مفرفتة كده من بعضيها، ما لزقاش في بعض ولا تتعجن معايا. لا، بتقلبيها بسنة زيت، حاجة بسيطة خالص، ما تكتريش بس. فعندي هنا الصلصة، طبعا انا حطيت هنا سنة بسيطة من الكاري وممكن الاستغناء عنها. حطيت هنا كمية كزبرة كبيرة، أنا بحب الكزبرة في الصلصة، وشوية ملح وسنة سكر والمرقة بتاعتي، وقلبتها كويس وسبتها غاية ما انتوا شايفين اتسبكت خالص خالص. ويعني كده ما شاء الله كده خلاص خلصت يعتبر معايا، بس انا بسيبها برضو لاخر وقت. عندي هنا سن تومة، ونسيت اقول لكم برضو في الصلصة انا حطيت شوية تومة برضو. عندي هنا الدجة، طبعا حطيت تومة ونص كوباية مية عادي من الحنفية، وحطيت هنا ليمونة كاملة، وهحط شوية خل، هقلبهم كويس خالص، وهحط شوية خل، وهحط شوية ملح، وهقلبها كويس خالص. بعدين هغليلها شوية مية، وبعدين هنزل عليها بالمية السخنة. كمية الخل ما بتبقاش كتيرة قوي لان حاطين ليمون. طب لو انا ما عنديش خل هقولك ما فيش مشكلة، مش لازم يا الليمون يا الخل، بس لو عندك متوفر الاتنين هيبقى كويس خالص. عندي هنا برطمان صغير وحطيت فيه كمية شطة، يعني كمية كويسة زي معلقة كده كبيرة، وهنزل عليهم بسنة زيت صغيرة، وهقلبها كويس خالص علشان هنزل عليها بشوية من الصلصة من على النار زي ما انتم شايفين كده. عندي الشطة جاهزة وخلصت. طبعا حاطة على النار برضو شوية مية سخنين علشان خاطر الدقة بتاعتي لازم انزل بشوية مية سخنين زي ما انتم شايفين، علشان خاطر تبقى كده خلاص جاهزة معايا. بقى الدقة ليمون وخل وسنة ملح والتومة بتاعتي العامل الرئيسي فيها، وكده خلاص جهزت معايا الدقة والشطة زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هي دلوقتي علشان خاطر لسه عاملاها، فلما تهدى شوية تلقوها زي بتاعت بره بالظبط. وهنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الرز اهو بالوحدة، وعندي هنا التقلية، وعندي هنا خلاص البليلة على النار، وعندي هنا البصلة بتاعتي الكمية كويسة برضو. وهنا برضو العدس خلاص كل بالوحدة زي ما انتم شايفين، العدس مش معجن ولا اي حاجة، يبقى كده بالوحدة زي بتاع بره. تحاولي بقدر الامكان لما يكون على النار ما تقلبيش فيه كتير علشان خاطر ما يتعجنش ويبقى يعني دايب خالص،
هنسيبيه كده كل فين وفين تديله جليبة بسيطة. وطبعا المكرونة خلاص جهزت، وهنا هنبتدي نغرف. بحط الرز الاول زي ما انتوا عارفين، ما بينفعش ان انت لما تغرفي المكرونة الاول، فبيتغرف الرز الاول وبعدين عليها المكرونة. هعمل هنا الكمية على كدينا، يعني على كد عدد الافراد عندي. يعني بسم الله ما شاء الله كمية موفرة غير طبيعية. انا عملت هنا 6 اطباق، والله الطبق ده ممكن يتباع برا اقل حاجة ب25 ب30 جنيه وب35 جنيه. يعني اضرب 35 جنيه في ال6 هيعدي، انا اصلا جايباهم ب100 جنيه، هيعدي ال100 جنيه ال6 اطباق دول. الحلل قاعدة زي ما هي مليانة. يعني انت لو تعمليه في البيت موفر جدا، وما بياخدش معاك والله وقت، وحاجة سهلة سهلة يعني. اهم حاجة ان انت تسبك الصلصة كويس، والمكرونة ما تسلقهاش قوي، يعني خليها مش مسلوقة خالص عشان ما تبقاش معجنة. والرز الطبيعي اللي اي واحدة بتعمله في البيت هو نفس الرز. بس فهنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا خالص على المتابعة. ما تنسيش تدعميني بلايك، ما تنسيش تكتبي لي كومنت، ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.